آدم، عندي فكرة. اليوم شو رأيك مشانها ماما حرام بتطبخ لنا دايما، ومشاني أنا صايمة وبتطبخ لبابا وإلي وإلك يعني لكتير، فخلينا نساعدها ونريح ماما. آدم ماما حرام بتطبخ وبتعملنا دايما شوربات وهيك، خلينا نريحها ونطبخ عنها. ايه اتفقنا، بتنام العصر قالوا. اوكي، خلينا نروح نشوف ماما وين. يلا. ماما وطي صوتك مشانها ماما بتصور حرام. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا. الحمد لله. شو بدك يا ماما حبيبتي؟ شو كنت بدك تحكي لي؟ قررنا انا وادم ان اليوم احنا بدنا نريحك وانت تقعدي مثل البرنسسات، اما انا وادم بدنا نطبخ اكله بتشهي. طيب اما انت تريح ولا تعملي اشي، مشاني انا وادم يعني شفقانين عليكي، مشانك انت بتطبخي وبتساعدينا. احنا يعني 3 بالبيت معك، انت 4 يعني ماما الله يعينك يا رب. فهلا بدنا نساعدك ونطبخ اللي بدك اياه، بس هاي المره ما رح نطبخ اللي بدك اياه، بدنا نطبخ اشي بشهي. بس ايش هاي سربريز، ممنوع تشوفيه. الله يرضى عليهم ولادي وما يحرمني عن حنيتهم يا رب. وانت يا قدوم صرت طباخ ما شاء الله، انت واختك يا روحي. حضن لماما، حضوني. تعال يا ماما اشتر. بدنا ناكل يا تحت ايديك يا قدومة. لا. ايه؟ لا. ليه لا ولا؟ هيك. يلا قوم سبقتك تاني، نروح ساعدها بالمطبخ. يلا الله يرضى عليك. ماما مش تدخل على المطبخ، خليه المطبخ إلي طول اليوم. Let's go. صار اليوم شو بدهم يطعمونا يا تلين وآدم؟ بدنا اليوم نطبخ لماما. شو أنا بس كنت أحكي مع ماما، كنت شبه عقلي أطبخه بس نسيت يا ربي عقلي. تلين. نعم. سلسلة بنطبخ أندومي. فكرة كتير حلوة يا آدم، كفك. ونعمل سلطة من اندومي وشوربة من اندومي وعصير من اندومي. انك جبتها يا آدم أحسن من عقلي. تعال يلا يلا ما في وقت. كم الساعة؟ الساعة 5 وإشي. بسرعة. تطلع الأكل إن شاء الله بتشهيان. جايز ما تلعبوا من المي السخنة ولا الغاز، مشاني أنا بابا، فمشان هيك أنا بقدر بعرف. شو الريحة اللي بتشهي؟ أجل مريحة. هلا ما راح تنبسط منا كتير وراح تخلينا دايما نطبخ. تالين شو هالريحة هاي؟ شو هاي؟ عيني وصبرني على هالفطور اليوم يا رب. ماما هاي مفاجأة. هاي الأكل اللي بتشهي بس ممنوع تدخل على المطبخ. ليه؟ مشان صارت جاهزة بس شوي. يلا راح يلا تخلصي طبخي. دام الأكل جاهز هلا بس ضلت السفرة. تجهيز الصحون صرت نجهزها مشطور، بس بدنا كمان صحنين. بدنا نحط كمان بدنا نحط زينة رمضان. يا دوب اللي ضايل الوقت، هلا كمان شوي بيقدم. الاندومي
هلا ماما بتيجي وبتحكي شو هالاكل الزاكي هذا. الاندم صار جاهزة على السفرة. ماما آدم يلا تعالوا كلوا. يا تلين ضل دقيقتين للإفطار، يلا يلا بسرعة. جبت تطبخ لنا دجاج مقلي، الخروف محشي. آدي بدي أغمض عيوني وآدي. يلا اندومي، بدك تفطرين على اندومي تلين؟ بدك تفطرين على اندومي؟ الله يا رب صبر. اندومي شو من الصبح انا واقفة بشتغل فيه الاندومي، يمكن 4 ساعات وانا اشتغل فيه، كثير تعبان. عملت لك شوربة اندومي، وجبة رئيسية من الاندومي. تعالوا كلي يا ماما. على الفاضي عملت بس انا اللي اكله انا وادم، وكمان مجهزت لك حلو بشاهي بعد الافطار. اليوم بدك تودينا على المستشفى مش تفطرينا. كيف بدي اشربها هاي شوربة اندومي؟ في واحد بعمل شوربة اندومي، في واحد بعمل بس معكرونة مش اندومي. رح لك الاندومي بتضر وما بتاكل. أذن بسرعة افطري. اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت وبك آمنت. قلت العلوق ثبت الأجر إن شاء الله. يا الله يعيني الله يعيني. كيف هلا بدي افطر على اندومي وبيوم رمضان كمان؟ دوقي يا ماما يا ماما دوقي، بس دوقي انت. يلا مشتهية الشربة. انا اجرب هذا ما عجبني هلا اول شيء. شو هذا يا زريان؟ مش قادرة يا ماما. لهالدرجة بتضر الاندومي عزاكي والله. ما بتضرش فيها اشي، ما هي مثل معكرونة مثل ما حكيتي، بس معكرونة ما عليها اشي، بس انا زودت لها شوية ملح. خلاص ما بدك تاكلها انا وادم ناكلها. آدم أنا حاسس ماما ما أكلت منيح على الفطور. طب شو نعمل؟ وقطايف ما لحقت أعمل، بس أنا اشتريت إشي. إيه تعال صوت بدري. ونفردهم. يجب هذا الحلو لبابا كتير كتير. أنا جبت بنات. أكثر هذا الحلو لماما اليوم كتير رح يعجبها. الاندومي ما عجبها، طيب الحلاوة هاي رح يعجبها. ماما جبنا لك حلاوة كتير زاكي، تفضلي. هون يا ماما هيني عملتوا لي قطايف، الله يرضى عليكم. لا هذا مش قطايف، هذا اشي أذكى من القطايف. خدي. شو يعني غير القطايف؟ شو يا ماما عملتوا لي غير القطايف؟ غيره الملبس خبايزكم هاي. تعالوا هلا بديلكم. تعالوا ولا تنسوا تساعدوا ماما بالطبيخ وبتجهيز السفرة، وساعدوا ماما بتجهيز السفرة اشي صحي، مو مثل اندومي مو مثل حلاوة ادم اللي بياكلها. صحي وبس. واذا عجبكم الفيديو لا تنسوا لايك شير سبسكرايب. باي باي.